من الغلطات الكتير اللي بنعملها وبتكون ليها تأثير على المدى الطويل في علاقاتنا وفي نوعية العلاقات اللي بعد كده، هي الغلطة اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي دي، اللي هي بعد الانفصال نقابل بعض كده بالصدفة في الشارع، يبتدي الطرف التاني اللي احنا انفصلنا عنه يجر ناعم ويبتدي يجر كلام، وبعدين قبل ما نمشي ونخلص المقابلة دي نكون متفقين ان احنا هنرجع مع بعض تاني في علاقة تاني بس مختلفة شوية. العلاقة المرة دي هتكون صداقة وبس، من غير أي حاجة تانية خالص. طبعا عادة اللي بيقول الجملة دي بيكون الراجل، واللي بتستقبل الجملة دي بتكون البنت. طبعا البنت اول ما يقول لها ان احنا هنرجع تاني في علاقه حتى ولو كانت صداقه ونستأنف العلاقه بتاعتنا، تبتدي بقى عينيها تعمل قلوب وقلبها يقعد يدق زي العصافير كده، وتدخل تاني في الحاله اللي هي ما صدقت انها خرجت منها، ان هي خلاص انفصلت عن الشخص ده وابتدت تعيش حياتها وتشوف حياتها بقى وتشق حياتها في الدنيا، رجعت للمربع صفر تاني. الحقيقه دي أسوأ غلطه ممكن اي بنت تعملها في حياتها، لان ممكن الشخص ده مثلا يكون سبب الانفصال ان هو مثلا كان بيخونها وهي سابته عشان السبب ده. نرجع بقى تاني لمين؟ لشخص اولا كان بيخوني وبيعرف ناس تانية عليا وانا موجودة معاه. متخيلين الاحساس ده ايه؟ تاني حاجة ارجع لشخص سبته خلاص وتعافيت منه، رجعت تاني لمربع صفر ورجعت نفسي تاني لنفس الدايرة اللي كنت بحاول اخرج منها من زمان، وسامحته على كل اللي عمله معايا ووافقت ان هو يرجع في حياتي تاني تحت اي مسمى، لان احنا كلنا عارفين ان علاقة الصداقة اللي هترجع تاني دي صداقة مش تبقى كده خالص، واحنا بعد شوية وقت هنستأنف تاني كل الهم اللي كنا عايشينه مع الشخص ده قبل كده. طب وليه؟ ما كنا ارتحنا منه ومشيناه بره حياتنا وخلصنا. الصح ان احنا لما يحصل لنا موقف زي ده بنقفل الباب تماما وما بنحاولش تاني نرجع لبعض تحت اي مسمى، بنقفل كل البيبان اللي تخلينا نرجع تاني نشوف الشخص ده او نتعامل معاه تحت اي مسمى. طب هل هي دي بس المشكله في العلاقات اللي من النوع ده، ان انا بس ممكن اديله ريق حلو تاني وارجعه في حياتي تحت اي مسمى تاني حتى لو العلاقه فشلت بعد كده وبعد عني؟ الحقيقه مش دي المخاطره الوحيده اللي انا باخدها ان انا دخلته جوه حياتي تاني يعني. في مخاطره تانية على المدى البعيد بقى. المخاطره دي ان انتي كل اختياراتك في الاشخاص اللي هترتبطي بيهم بعد كده بتكون نابعه من الشخص ده وبتدور حواليه وحوالين كل المواصفات اللي هو بيتصف فيها. يعني مثلا لو انتي الشخص ده كان باد بوي وانتي معجبه جدا جدا بالنمط ده من الاشخاص وبعدين انفصلتوا لاي سبب، كل اختياراتك بعد كده هتكون تحت نفس المسمى ده وشبيهه قوي بالشخص ده، هتلاقيكي على طول بتنجذبي للاشخاص اللي مش كويسين واللي ممكن يسببوا لك الم بعد كده، والعلاقه بينكم لاي سبب من الاسباب هتنتهي لان اختيارك كان نفس الاختيار اللي فات، واللي فات ما كانش حلو زي ما احنا شفنا ووصلنا لنتيجه مش كويسه. فبالتالي ايه اللي هيتغير؟ ما هي نفس الخطوات تؤدي لنفس النتائج، دي قاعده معروفه. امال المفروض نعمل ايه بقى؟ المفروض انت في اختياراتك اللي بعد كده تختاري العكس تماما من النمط اللي انت سبتيه واللي كنت متعوده عليه. يعني مثلا لو انت بتحبي الباد بوي اللي كل البنات مقطعه نفسها عليه، وانت لقيتي نفسك كده حاجه مهمه لو هو اختارك انت، اختيارك الجاي ما تعمليش كده، العلاقه هي باظت اصلا يعني. اختيارك الجاي اختاري الشخص المناقض تماما، الشخص الامان، الشخص اللي مش مجمع حواليه بنات كتير واللي علاقاته محدوده ومش كتير، ده بيبقى امان. احتمالات ان هو يخون او ان العلاقه تفشل بتكون اقل موجوده، لكن بتكون اقل من الشخص الاولاني اللي معروف سكته طبعا. يعني لو انت بتنجذبي للنوع الاولاني 10 من 10، اختاري الشخص التاني اللي هو انجذابك ليه يبقى 6 من 10. هتيجي واحدة وتقولي لا بس انا بحس كده ان هو عادي، يعني انا مش مرتبطة بيه قوي او مش منجذبة ناحيته كتير، جه ما جاش كلمني او لا مش فارقة معايا كتير. ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة، حتى ولو كان الاساس من الاول كده هتبقى دي العلاقة عندها احتمالات كتير ان هي تنجح. اما العلاقة اللي بتبتدي مشعوطة قوي وانتوا الاتنين انجذابكم لبعض رهيب، او انت شخصيا يعني انجذابك للشخص بيبقى عالي قوي، الاحتمالات ان العلاقة دي تفشل بتبقى كتيرة، لان هي الاساس بتاعها بيكون انجذاب جنسي اكتر منه من اي حاجة تانية. فبالتالي لو انت مشيتي ورا النقطة دي كتير، في الاخر الشخص اللي قدامك لو ما حصلش على حاجة معينة بيسيبك وانت اللي بتقعدي تعاني بعد كده. فنخلي الانجذاب اللي ناحية الاشخاص اللي بنعرفهم انجذاب عقلاني اكتر ما يكون سكشوال، واكتر ما يكون حسب الابيرنس او اي حاجة تانية. واللي منجذبين ليه 6 من 10 بعد التعارف وبعد ما ناخد على بعض، احتمال كبير جدا ان النسبة تبقى 9 من 10 او كمان 10 من 10.
لان ممكن هو يحببنا فيه اكتر واكتر، لان هو زي ما قلنا علاقاته كانت قليله، ولما بيدخل في علاقه بتبقى جد جدا جدا. طب هل يا ترى ده معناه ان كل العلاقات اللي بتبتدي مشعوطه ومشاعر كتير كده بتفشل؟ لا الحقيقه مش لازم، يعني مش كلهم بيفشلوا، بس انا بتكلم على نقطه الامان. كتير منهم بينجحوا وكتير برضو بتفشل. اما النسبه في العلاقات اللي بتبتدي على الهادي ويكون الاساس فيها عقلاني، دي نسبتها في النجاح بتبقى اعلى كتير عن العلاقه الاولانيه. العقل بيبقى هو اللي غالب على الموضوع وعلى اختياراتنا، والنمو بتاع العلاقه بيكون واحده واحده على الهادي. علشان كده بتوصل لنقطه بيكون الامان فيها عالي جدا جدا، وده اللي احنا اكيد عاوزينه في علاقاتنا. يبقى بعد ما نسمع الفيديو ده، لو اي واحد من الاكس بتوعي جه وقالك ان هو عاوز يرجع لك تاني كاصدقاء، اقفلي الباب فورا. والمثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، وده مش هيجيلك منه ريح، لا لا لا، ده هيجيلك عواصف وبراكين، وانت اكيد في غنى عن كل الاكشن اللي هيحصل ده. اقفلي الباب ده خالص وتغطي ونامي يا حبيبتي في امان. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت ولو واحده منكم ان هي تحط رجليها على اول الطريق الصح. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام وموضوع جديد.